أهلا بيكم. الحكومة صحيت فجأة وقالت لك في تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة، والبرلمان وافق بالإجماع. مش تعديل بسيط ولا حاجة عبرة، لا، ده تعديل هيغير في الأسعار ويزود الأعباء، وكل ده رايح على كتف المواطن الغلبان. أول حاجة عملوها إنهم زودوا الضريبة على السجاير بنسبة 23% والمشروبات الكحولية بنسبة 15%. طب دي حاجات ممكن الناس تختلف حواليها، بس تعال شوف الكارثة الحقيقية. المقاولات والتشييد والبناء كانوا بيدفعوا 5%، دلوقتي بقوا 14. يعني أي حد كان هيبني بيت أو حتى شركة شغالة في مشاريع، الأسعار هتزيد عليه، واللي هيدفع في الآخر هو اللي هيشتري. والمفاجأة الأقوى بقى إن لأول مرة في تاريخ مصر الحكومة فرضت ضريبة 10% على البترول الخام نفسه. يعني قبل كده كانت الضرايب على البنزين والسولار بعد ما يتكرر، إنما دلوقتي الخام نفسه بقى عليه ضريبة. وطبعا لما تسأل الحكومة ده هيأثر على الأسعار، يقولك لا خالص، ده مش هيأثر على المواطن. بس احنا عارفين وانت عارف إن أي زيادة على البترول معناها نقل أغلى، وكل حاجة بعد كده بتغلى وراها. الحكومة بتقول إن الهدف من التعديلات هو توسيع القاعدة الضريبية وتصحيح التشوهات، ويقولك كمان علشان نقدر نمول التنمية البشرية. بس هو السؤال، هي فين التنمية دي؟ انت بتشوف تنمية ولا بتشوف تعليم بيرجع ورا وصحة حكومية مش لاقيين فيها دواء؟ واللي بيدفع تمن كل ده المواطن. كل ده جاي في وقت مصر واخدة قرض ب8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والصندوق عمل مراجعة 5 للاتفاق وقال لسه ناقص شغل. قالوا لنا لازم تقللوا دور الدولة في الاقتصاد وتخلوا القطاع الخاص يشتغل أكتر وتلموا ضرايب. فالحكومة قالت تمام، نزود على الناس ونكمل. بس لأنهم لسه ما حققوش اللي الصندوق عايزه، قرروا يدمجوا المراجعتين ال5 وال6 في واحدة، وده معناه تأجيل الدفعة اللي جاية من الفلوس ل6 شهور على الأقل. يعني البلد مش بس بتزود الضرايب، لأ، وكمان مستنية فلوس مش عارفة هتجالها إمتى. الخبراء الاقتصاديين قالوا إن الحكومة ماشية في طريق الجباية مش في طريق الإنتاج. قالك الضرايب بقت تمثل أكتر من 80% من دخل الدولة، و64% من الموازنة بيروحوا لسداد فوائد الديون. يعني البلد بتستلف وبتدفع الفوائد من جيب المواطن. والموازنة الجديدة لسنة 2025-2026 متوقع فيها الحكومة تلم 2.6 تريليون جنيه ضرايب. تفتكر ده طبيعي؟